قرر كريستيانو رونالدو ابتكار مشروع جديد وفريد من نوعه، حيث بدأ بجمع الحشرات ومعالجتها بطريقة خاصة لتحويلها إلى مسحوق بروتين. سرعان ما لفت هذا المنتج أنظار المشاهير والرياضيين، حتى كبار لاعبي كرة السلة الذين سارعوا لشرائه وتجربته. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن ليونيل ميسي نفسه أبدى إعجابه بالفكرة، واشترى البروتين على أمل أن يمنحه طاقة إضافية في تدريباته. ومع مرور الوقت أصبح العديد من النجوم يستخدمون منتج رونالدو، فيما كان هو يستمتع بالنجاح والأرباح الكبيرة التي يحققها. لكن الصدمة الكبرى جاءت لاحقاً، إذ بدأ المشترون يشعرون بآلام غريبة بعد استخدام البروتين. وبينما انتشرت الشكوك، بادر ميسي بالاتصال بالشرطة، وفي لحظات وصل نيمار برفقة فريق من رجال الأمن، وقاموا باعتقال رونالدو للتحقيق معه في هذه القضية المثيرة للجدل.